بيبدأ الفيلم في سنة 1860 في أمريكا الشمالية بمنطقة نهر أتشفالايا مع بيتر وعيلته، ودي عائلة من مجموعة عائلات كبيرة بيعيشوا في مزرعة قطن تبع إقطاعي اسمه جون لاين. وبنشوف بيتر بيودع أسرته وبيقول لهم إنه مش خايف لأنه مؤمن، وإنه متأكد إن مفيش حد يقدر يصيبه بأذى إلا بإرادة ربنا. وللوهلة الأولى نفكر إن هو عايز يهرب، ولكنهم بيكونوا بياخدوا الرجالة من أسر العبيد بالقوة، وده علشان يبنوا خط سكة حديد للجيش الكونفدرالي. وكان بيتر واحد من الناس دول، ونشوفهم هم بياخدوه بالقوة من وسط أسرته، لكنه بيقول لهم إن هو يمشي معاهم من غير أي عنف، ومش بيسمح لهم ان هم يلمسوه، وبيضربهم. وقتها بيهددوه بقتل مراته، فبيضطر انه يستسلم وبيمشي معاهم بكل هدوء. بعدها بيضربوه على راسه، بيحبسوه في قفص حديدي، والسيد بتاعه جون بيقول لهم ان ده افضل حداد عنده وخلوا بالكم منه. وهو في الطريق بيلاحظ ان الجيش الكونفدرالي بيقطع رؤوس كل العبيد اللي بيفكروا ان هم يهربوا، وكانوا بيعلقوها علشان يكونوا عبرة لغيرهم. وبيوصل للمكان ويلاقي كل العمال من العبيد السود، وكانوا بيشغلوهم بمنتهى القسوة وبيعاملوهم معاملة غير آدمية، واللي بيتعب منهم أو يلتفت عن الشغل بيقتلوه وبيربطوهم بجنازير وبينيموهم في الأرض في معسكر من الخشب. وفي اليوم التاني بيتر وهو شغال بيشوفهم وبيكونوا ماسكين واحد من اللي بيحاولوا يهربوا، وبنشوف قائد الحرس اسمه جيم فاسل، وده مهمته انه يمسك كل اللي بيحاول يهرب. وبنشوفه بيسخن ختم حديد وبيكون مكتوب عليه كلمة هارب، بعد كده بيكوي الهارب في وشه. ونشوفهم بالليل بيدخلوا للي كان هربان وكان اسمه جون، وبيتر بيتعرف عليه وعلى صديقه جوردن وتوماس. واليوم التاني بنشوفهم وهم شغالين بمنتهى القوة وبدون اي رحمة، وكانوا بيفجروا الالغام لفتح طريق لسكك الحديد. ونشوف اتنين من الجنود بيتكلموا بصوت واطي وبيقولوا ان الرئيس اصدر قرار بتحرير كل العبيد والغى العبودية، ولكن ما كانش حد من اصحاب العبيد عايز يعترف بالقرار ده، لانهم كانوا بيعتبروا العبيد دول من املاكهم الشخصية وما كانش عندهم استعداد ان هم يسيبوهم. وبيتر بيسمع الكلام وبيركز معاهم، وجندي منهم بيلاحظ وبيروح لبيتر وبيطلع مسدسه علشان يقتله، لكن فاسل بيمنعه لسبب غير معلوم. وبينتهي العمل ويفضل فاسل متابع بيتر وراح له المعسكر وقال عايزك تعرف ان انا سيدك وانت هتكون الكلب بتاعي هنا، وانت عايش دلوقتي بس لان انا اللي سمحت لك بكده. وبياخده بيربطه من رقبته وبيخليه يركع على الارض، وبيشمم له الكلب بتاعه علشان يحفظ ريحته لانه شاكك فيه انه ناوي يهرب. وجون بيشوفه وقال لجوردن ان هم يقتلوه، لكن قال له لا، فاسل عايز يذله ويعذبه. وبيكون فاسل حاطط بيتر في دماغه لدرجة انه بيقول له ان هو حافظ ريحته اكتر من الكلب بتاعه. لما بيقعد بيتر مع جون وجوردن وتوماس بيقول لهم انه عرف ان الرئيس حرر العبيد، لكن الجيش الكونفدرالي ضد الرئيس، وقال لهم ان اقرب مكان لجيش الرئيس على بعد 5 ايام مشي. ويتفقوا مع بعض ان هم يهربوا من المعسكر في اقرب فرصة. وبيبان ان الجنود الكونفدراليين في المعسكر بيكرهوا بيتر لان كان باين عليه انه متمرد وما كانش مستسلم زي باقي العبيد، وبيكون عارف طريقة للهروب لكنه كان مستني الوقت المناسب. ونشوف واحد من العبيد بيقع وبيموت، وبيقولوا لبيتر انه يشيله ويحطه في الحفرة، وكان صديقه كمان ميت ويجبروه يرميه هو كمان في الحفرة، وبيخليه يحط عليهم جير علشان يولعوا في الجثث. وبيلاحظ ان الجندي اللي جنبه بيمسك المسدس وكان ناوي يقتله. بيتر وقتها بيدافع عن نفسه بالكوريك وبيضرب الجنود وبيهرب بسرعة. ونشوف وقتها حلبنه الفوضى وكل اللي موجودين كانوا بيحاولوا يهربوا، والجنود بيطلعوا اسلحتهم وبيقتلوا مجموعة كبيرة من العبيد. وبنشوف فاسل قائد الجنود بيضرب على بيتر نار، ولكن بيتر بيقدر انه يهرب. فاسل بياخد الكلاب واتنين من الجنود وبيطردوه، لكن بيتر واصحابه بيقدروا ان هم يهربوا وبيفضلوا يجروا في الغابة لحد ما بيتر يلاحظ وجود طيور في السماء، ومن خلال الطيور دي قدر يحدد اتجاه المستنقع. وبسرعة بيتوجهوا للمستنقع، وفي نفس الوقت الكلاب بتتتبع اثار ريحتهم. ولما بيوصلوا للمستنقع بينزلوا وبيعدوا الناحية التانية، لكن بنشوف توماس كلب من الكلاب بيقدر انه يلحقه وبيمسك بيه. وبيوصل فاسل وبيطلع المسدس وبيهدده بالقتل، وبيكون عايز يعرف منه مخطط بيتر. وبيضطر توماس انه يقول له، بعدها بيسمح له فاسل انه يمشي، ولكنه بيغدر بيه وبيقتله وبيسيبه علشان يكون وجبة للتماسيح. بيتر بعدها بيقول لهم ان احنا لازم نفترق عن بعض علشان الكلاب ما تقدرش تتتبع ريحتنا. وفعلا كل واحد فيهم بيمشي في طريق، وبيتر بيفضل ماشي لحد ما بيوصل لبيت، وبيكونوا اصحابه قاعدين بره، وبيتسحب لحد ما بيوصل للمية وبيشرب، وبيكون اتصاب في رجليه اصابة خطيرة. وبيتر يلاحظ ان العيلة دي متدينة وكانوا بيصلوا، وبيطمن وقتها شوية ويتسحب وياخد قماشة علشان يربط بيها الجرح. ولكن الطفلة بتشوفه بترن الأجراس وبتصرخ وبتقول هارب، لكن بيتر بيكون قدر يبعد عن البيت. وفاسل بيوصل للبيت وبيعرف من البنت الاتجاه اللي جرى فيه بيتر، وبيتر بيربط الجرح وبيواصل الهروب. ولما بيسمع صوت الكلاب بيرمي القماشة بعيد وبينزل في المية،
والكلاب بتقدر تعثر على القماشة. وفاسل بيستنتج ان هو ممكن يكون مستخبي في المستنقع، وبنشوف بيتر بيكون تحت المية وكاتم نفسه، ولحسن حظه انه بيكون في تمساح في البركة. فلما بيشوفه فاسل بيستبعد ان بيتر ممكن يكون في البركة وبيمشي من المكان، وبيخرج بيتر من المية، لكن التمساح كان بيحاول يفترسه وبتحصل ما بينهم معركة شرسة، وده بيؤدي الى اصابات خطيره. وقتها مراته بتحس بيه وبتقوم مفزوعه من النوم. ونرجع لبيتر وبيكون قدر انه يخرج بسلام من البركه، وكان قاعد يستعيد طاقته وينظف الجروح. وبنشوف فاسل بيكون فقد الاثر اللي كان ماشي عليه ورجع للبركه تاني، وبيلاحظ ان التمساح ميت. وقتها بيأمر رجالته انهم يخرجوا التمساح ويفتحوا بطنه، وبيكون متوقع انه يلاقي جثه بيتر، لكنهم بيلاقوا بطن التمساح فاضيه والليل بيدخل عليهم، وفاسل وجنوده بيخيموا في الغابه. وبيكون واحد فيهم مستغرب ازاي بيتر قدر يقتل التمساح ويهرب، خاصة انه كان شايف ان العبيد اغبياء. لكن فاسل بيقول له ان انت اللي غبي، وان انا وانا صغير كان عندنا خادمة سودة وهي اللي ربتني واعتنت بيا. وبيقول له انه كان بيحبها وكان بيعتبرها زي والدته، وده لان الاطفال مش بتتولد عنصريين. وفي يوم فاسل بيقول لابوه انه عايز الخادمة تاكل معاهم، لكن ابوه قال له ان العبيد السود لو اكلوا معانا بعد كده هياخدوا اراضينا، وفي يوم احنا اللي هنشتغل عبيد عندهم. وبيخاف فاسل وقتها وبيقول لابوه انه ادالها اكل في السر من تحت الباب. وقتها ابوه بيقوم فورا وبيمسك سكينة المطبخ وبيذبحها. والخادمة وقتها قبل ما تموت بصت للاب وقالت له ليه عملت كده. ومن يومها ومهمة فاسل في الحياة هي تعذيب السود اللي بيقابلهم. واليوم التاني بنشوف بيتر بيعمل رمح من خشب الشجرة ويكمل طريقه، لكنه بيقابل ناموس بكميات كبيرة جدا. وبنشوفه بيحط طين على جسمه ويمشي في المستنقع علشان الكلاب ما تقدرش تشم ريحته. وبيتفاجئ بوجود منحل، وصاحب المنحل كان مولع نار. بيتر وقتها بيستغل وجود النار وبيكوي الجروح اللي عنده. بعد كده بيعمل دخان وبيطلع للخلية وبيجيب منها عسل، وبينزل وبياخد القارب وبيمشي بيه في النهر. ونرجع لمزرعة القطن، ومشرف العمال بيبلغ زوجة بيتر ان المزرعة هتتباع وهينقلوا المكان تاني، وقال لها انه هيجوزها عبد تاني لان زوجها راح الجيش وغالبا هيموت. وبتنصدم لما تعرف ان هي هتمشي وهتسيب اطفالها، وده لانهم محتاجينهم في المزرعة. ولما تقابل بنتها في حصاد القطن قالت لها قابليني في المحلك ضروري بعد ساعة. وبنشوف الام بتشغل الآلة وبتكون عايزة تقطع ايديها، وده لان دي الطريقة الوحيدة اللي هتخلي اي حد يرفض يشتريها. وفعلا بتقطع ايديها وتفضل مع اطفالها. وبنشوف فاسل بيكون لسه بيدور على بيتر في الغابة ويلاحظ وجود القارب واللي بيكون عليه اثار دم. وفي نفس الوقت بيتر بيلاقي بصل وبيتفاجئ بوجود جون قدامه، وبيكون معاه مسدس وبيكون غضبان لانه كان معتقد ان بيتر السبب في تتبع الكلاب وراهم. لكن بيتر بيهديه وبيقول له افرك البصل في جسمك علشان يعمل تمويه، وان بالطريقة دي مستحيل الكلاب توصل لك. لكن جون بيرفض الفكرة. بعدها بيسمعوا فاسل وبيكون قرب منهم، وبيتر وقتها بيستخبى داخل جذع شجرة، لكن الكلاب بتشم ريحة جون وبيلاقوه، وبيكون معاه المسدس. وفاسل بيضربه بالنار وبيقع، وبيطلب منه انه يقول لهم على مكان بيتر، لكن جون بيرفض يقول. فاسل وقتها بيقطع راسه عن جسمه وياخدها علشان يعلقها في المعسكر وتكون عبرة لكل العبيد. ولما بيمشي فاسل من المكان بيخرج بيتر وبيكمل طريق الهروب. بعد كده بيتفاجئ بمجموعة من الخيول كانت بتهرب والنار كانت ماسكة فيهم، وبيتضح ان قصر من املاك الاقطاعيين كان وقع عليه قذيفة مدفعية واتقتل كل اللي فيه وولع. واتسحب بيتر ويدخل البيت وبيلاقي اكل وياكل منه، وكان بيدور يمكن يلاقي حد عايش، وفعلا بيلاقي بنت صغيرة من الخدم كانت لسه عايشة. بيشيلها علشان ينقذها، والبنت بتبصله وبتقول له ان هو راجل طيب، وبتديله السلسله الصليب بتاعتها. وفجاه بيظهر واحد من رجاله فاسل وبيهدده بالقتل لو ما اتحركش معاه بهدوء. وبيتحرك بهدوء وبيبقى ماسك في ايده السلسله وبيضرب الجندي بالصليب وبياخد منه السلاح، وبسرعه البرق بيضرب الجندي التاني بالرصاص وبيسيب البيت بسرعه وبيهرب. ويوصل بعدها فاسل، ولما بيلاقي بيتر هزم رجالته بيتضايق وبيخلص عليهم بايديه. وبعد كده يواصل البحث عن بيتر، وبيكون الانتقام والحقد بقوا مالين قلبه. ونشوف بيتر في الغابة والكلب يقدر يوصل له، ولكن بيتر بيخلص على الكلب وبيهرب. ولما فاسل بيشوف الكلب مقتول بيعرف ان بيتر بقى معاه سلاح. وبنشوف النهار بيكون طلع عليهم، وبيكون بيتر بيجري على صوت المدافع اللي سمعها لحد ما بيوصل لكتيبة كونفدرالية مقتولة. وقتها بينام وسطهم علشان يرتاح شوية. بعد كده بيكمل رحلة الهروب، واخيرا بيشوف الجيش الجمهوري قدامه وبيكون سعيد جدا لانه هيكسب حريته اخيرا. لكن الفرحة ما بتكملش، وفجأة بنلاقي فاسل وصل لبيتر وقبض عليه، وده قبل ما يوصل للجيش الجمهوري بحاجات بسيطة. وبنشوف فاسل بيطلع المسدس واخيرا هينتصر على بيتر اللي كان واضح انه اذكى منه طول احداث الفيلم.
الفيلم، ولكن مش بيلحق علشان بينضرب برصاصة في رقبته. بيكون اللي قتلوه مجموعة من جنود الجيش، وبياخدوا بيتر وبينقلوه للمستشفى الميداني الخاصة بالجيش، وبيتر بيتم علاجه بعدها، وبياخدوا بياناته وبيسننوه علشان يعرفوا عمره الحقيقي، وبيكونوا معجبين بيه وبقوته وازاي قدر يصمد ويتحمل كل اللي مر بيه، وخاصة ان كانت جروحه خطيرة. بعد كده بيروح وبيسأل عن حريته اللي وعد بيها الرئيس، فبيقول له ان ده وعد مؤقت لحد ما يقدر يفوز على الكونفدراليين، وان طول ما الحرب لسه شغالة فانت لسه عبد. وبيخيروا ما بين انه يشتغل معاهم في مزارعهم ويبيعوه لأي عيلة، او انه ينضم للجيش ويحارب الكونفدراليين معاهم، ولو هزموهم هيكسب حريته. وبيوافق بيتر انه ينضم للجيش، وبعد كده بيتفاجئ بجولدن انه لسه عايش ونجح هو كمان في الوصول للجيش. بعدها بيروح ويتصور علشان يكون جندي من ضمن الجنود، ولما بيصوروه من ظهره بنلاحظ مدى القسوة اللي كان بيتعرض ليها من خلال الجروح الفظيعة اللي على ظهره. ونشوف ملازم اسمه كاليوكس بياخده علشان يجنده، وبيتر بيقدر يساعد الجيش بمعلومات قيمة عن الكونفدراليين وعن الأماكن اللي كان محتجز فيها. وقال بيتر للجيش ان الكونفدراليين بيمتلكوا مدافع عملاقة جدا لا يمكن حتى تخيلها، وبيشكك وقتها في كلامه جنرال من اللي كانوا موجودين، وقال عليه كمان ان هو غير لائق للقتال، وده لما شاف التعذيب اللي على ظهره، وقال عليه انه متعود على الهروب ومنظره كده مش بيطيع الاوامر. رد عليه بيتر وقال له اللي انت بتعتبره عصيان ده هو في الواقع كان قتال من اجل البقاء على قيد الحياة، واثار التعذيب دي بتدل على وحشية الظروف اللي انا اتحطيت فيها، ومع ذلك عمري في يوم ما استسلمت. بعدها بيسمحوا له انه يكون واحد من الكتيبة بتاعت الملازم كاليوكس، وبيتر كان بيعتبر الحرب دي مهمة لان الانتصار فيها هتخليه يحصل على حريته وعلى حرية اسرته كمان. ولما بيروحوا لساحة المعركة الملازم كاليوكس بيحفزهم وبيقول لهم ان دي حرب من اجل الحرية ليكم ولاولادكم، ويدخلوا في الحرب بعدها، وكان موقفهم ضعيف لانهم كانوا في مكان جغرافي مش قوي. كمان كانت اسلحتهم اضعف من اسلحة الكونفدراليين، واللي بدأوا يستخدموا المدافع العملاقة في مواجهتهم. وقتها حجم الاصابات كان كبير جدا، والحل الوحيد ان مجموعة من جنود الحرس الوطني يعبروا منطقة مكشوفة وينصبوا فيها المدافع الخفيفة بتاعتهم، ونشوف كاليوكس بيتصاب وبيموت في ساحة المعركة. لكن بيتر بيستمر في تحفيز الجنود وبيفكرهم بحريتهم، وبنشوف حماسهم بيكبر جدا وبيهجموا على مدافع العدو، واللي بيكون ما عدلهاش اي لازمة علشان المسافة بقت قريبة، وبيقدروا ان هم يهزموا العدو بفضل بيتر. وفي النهاية قدروا يرفعوا علم الجيش الملكي، وبعد الفوز بوقت قصير وصلت كتيبة الحرس الوطني لمنطقة نهر اتشيفالايا علشان يرفعوا العلم هناك، ودي منطقة بيتر، وبيقبضوا على الاقطاعيين المتعاونين مع الكونفدراليين وتحفظوا على ممتلكاتهم. وبتقف الكتيبة قدام قصر الاقطاعي جون لاين اللي بص لبيتر وانصدم لما بيشوفه ويلاقيه بقى واحد من جنود الجيش، ويجمعوا كل العبيد السود وبيبشروهم ان هم اصبحوا احرار، وكلهم بيكونوا سعداء بالخبر ده. وبتكون عيلة بيتر المفروض انهم من ضمن اللي واقفين، لكن بيتر لما بيدور عليهم مش بيلاقيهم، وبيروح لبيته وبيدور عليهم وبرضه مش بيلاقيهم، ولكن بنته بتتعرف عليه، واخيرا بيتر بيرجع لعيلته من جديد، وبيعيشوا احرار بعد رحلة من الصمود والعذاب. وبتفضل الحرب بعدها لمدة سنتين، ونشوف في نهاية الفيلم الصورة الحقيقية لبيتر صاحب القصة الحقيقية. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجاية. اشوفكم في ملخص جديد قريبا، الى اللقاء.